صباح الخير. النهاردة بقى هعمل معاكم الكيكة الرخامية أو الماربل كيك. الكيكة دي بقى مختلفة عن أي كيكات، لأنها كده بتبقى ميكس بين الشوكولاتة والفانيليا، والريحة يا جماعة مش قادرة أقولكم تجنن، وبتبقى رطبة وهشة والطعم تحفة. أتمنى بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. يلا مع بعض نحضر الماربل كيك. هجيب كوباية سكر مليانة، عليهم نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المكان، و3 معالق كبار زيت ذرة، وهنضربهم كويس بالمضرب لغاية ما ينعموا خالص ويبقى القوام كريمي والسكر يدوب تماما. بعد كده هنزل ب3 بيضات، بيضة بيضة بقى بالتدريج لغاية ما ندوبهم كويس خالص. واهم حاجة البيض ما يبقاش خارج من التلاجة بدرجة حرارة المكان برضو، ودي كلها تريكات بتطلع الكيك هش وناجح. معلقة كبيرة خل بتخلي الكيك فاتح ولونه جميل وبتضيع زفرة البيض. كوباية زبادي صغيرة، الزبادي بقى بيفرق، بيخلي الكيكة هشة وناعمة وبتبقى قوامها رطب وتحفة. هحضر كوبايتين دقيق، اهم حاجة ننخلهم كويس جدا، واحط عليهم باكو كيك شيف ورشة فانيليا وذرة ملح صغيرة علشان تعادل الطعم. وبعد كده هنضرب بالراحة خالص، مش عايزين نبالغ في الضرب قوي علشان الكيك ما ينشفش. هحط عليهم كوباية الا ربع لبن. عايزين الحليب يبقى دافي، مش برضو طالع من التلاجة. كل المكونات تبقى بدرجة حرارة المكان. هننزل بالحليب تدريجي كده حبة حبة لغاية ما الكيك يمتزج ويبقى القوام مظبوط معانا، نوقف على طول ضرب. بعد كده هاخد كمية صغيرة من الخليط، حوالي مثلا 3 معالق كبار ولا حاجة، احط عليهم معلقتين كبار كاكاو، وهحط عليهم معلقتين كبار لبن ومعلقة زيت ذرة، وهنخلط المكونات دي كويس مع بعض علشان خليط الشوكولاتة يبقى جاهز معانا والميكس يبقى جاهز. هحضر صينية مدهونة زيت كويس، ولو حابين تبطنوها بالدقيق براحتكم برضو مفيش اي مشكلة. هنزل بشوية من الخليط بتاع الفانيليا، بعد كده شوية من خليط الكاكاو، وهنكرر العملية دي كذا مرة بقى، شوية فانيليا شوية كاكاو علشان ناخد اللون الرخامي اللي احنا بنشوفه والتشبيهات اللي احنا بنشوفها في الكيك ده. الشكل ده بيبقى تحفة بصراحة، وبصراحة الميكس بين الاتنين بيبقى تحفة، والكيك هيبقى معاكم مظبوط بإذن الله. نمشي بس على التكات اللي انا بقول عليها بإذن الله هيظبط معانا. خلال بقى المرحلة دي هشغل الفرن قبلها مثلا ب4 دقايق، مش عايزين نشغل الفرن قبلها بكتير، وده برضو سبب ان الكيك بيستوي من بره وبيبقى من جوه عجين، وبنرجع نقول ان الكيك ما ظبطش معانا، مستوي من بره ومن جوه بيبقى عجين. مش عايزين نشغل الفرن قبلها بكتير يا جماعة، قبلها ب3 دقايق بالكتير قوي. بعد كده هجيب عصاية الشيش طاووق وابدأ اخرج الهواء بقى من الكيك كده، واعمل الميكس كده بين الاتنين. وبعد كده هدخل الكيك على درجة حرارة 180، بتاخد من 40 ل50 دقيقة على حسب كل فرن. بعد كده اول ما تخرج هختبرها بالعصاية كده بتاعة الشيش طاووق، مفيش عجين من الكيك طلع في العصاية، يبقى الكيك كده مستوي وتمام. زي ما احنا شايفين الشكل تحفة والريحة تجنن يا جماعة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه، سيبوه بقى يبرد وبعد كده قدموه هش وطري ورطب. والميكس بين الشوكولاتة والفانيليا مختلف تماما عن اي كيكات هتجربوها. طبعا الكيكات ليها انواع كتير قوي يا جماعة، هنعمل باذن الله كل انواع الكيكات مع بعض. اتمنى بقى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.